قصة التاجر الذي لا يخسر أبدا. يحكى في الزمن العباسي أن كان هنالك تاجرا دمشقيا ثريا جدا، وكان هذا التاجر لا يخسر أبدا، وهو في كل أعماله ناجحا موفقا. فجلس مع أصدقائه وأخبرهم بذلك، وهو واثق من نفسه، وقال لهم: أنا لا أخسر أبدا، مهما تاجرت في أي شيء فأنا دائما أكسب. فسخر أصدقائه منه، فتحدى أصدقائه، ففكر أصدقائه كيف يكسبون التحدي ويثبتون له أن كلامه خاطئ. ثم اهتدوا إلى فكرة فقالوا: إن من سابع المستحيلات أن تبيع التمر في العراق، لأن التمر هنالك متوافر كالتراب في الصحراء، فإذا ربحت من تجارتك للتمر في العراق تربح التحدي. فوافق هذا التاجر على التحدي، وانطلق شرقا إلى عاصمة الخلافة العباسية، وكان الخليفة الواثق بالله ذاهبا في نزهة آنذاك للموصل، ونظرا لأنها تسمى أم الربيعين، حيث أن جوها في الصيف والشتاء ربيع، وقد أضاعت ابنة الواثق بالله قلادتها فبكت واشتكت لوالدها، فأمر الواثق أمرا أغرى به الجميع للبحث عن قلادة ابنته، فقد قال: أن من يعثر على قلادة ابنتي سأصرف له مكافأة كبيرة وسأزوجه من ابنتي. فبدأ الناس يبحثون كالمجانين عن القلادة. في هذا الوقت وصل التاجر الدمشقي إلى مشارف بغداد، فوجد جماعة من القوم تبحث على أطراف بغداد، فقال لهم: ما خطبكم؟ فحكى كبيرهم له القصة، وقال له: وأسفاه، لقد نسينا أن نجلب زادا كبيرا لنستكمل رحلتنا، ونخشى أن نعود لجلب الزاد فيسبقنا أحدهم ويعثر على القلادة قبلنا. فقال التاجر الدمشقي: أنا أبيعكم التمر الذي معي. وباعهم التمر بأغلى الأسعار، ثم رجع إلى مدينته وقال لأصحابه: لقد فزت في التحدي. وصل خبر التاجر الدمشقي للخليفة الواثق، فتعب إذ كيف يبيع التمر في العراق ويربح، وأمر بإحضار التاجر الدمشقي وسأله عن قصته، فقال له: كنت ولدا فقيرا يتيما، وكانت أمي معاقة، وكنت أعتني بها منذ الصغر، وأعمل وأكسب خبزة عيشي وعيشها منذ أن كنت في 5 من عمري. فلما بلغت 20 كانت أمي مشرفة على الموت، فرفعت يدها داعية أن يوفقني الله، وأن لا يرني الخسارة في ديني ودنياي أبدا، وأن يزوجني من بيت أكرم أهل العصر، وأن يحول التراب في يدي ذهبا. وبحركة لا إرادية مسك حفنة من التراب وهو يتكلم، فابتسم الواثق من كلامه، وإذا به يشعر بشيء غريب في يده، فمسكه بيده ونظر إليه، وإذا هي قلادة ذهبية، وعرفتها بنت الواثق. وهكذا من دعاء أمه كان هذا التاجر الدمشقي أول من صدر التمر إلى العراق في التاريخ وبنجاح، وأصبح صهر الخليفة الواثق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأي رحم هو أعظم من بر الوالدين. وقد أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من أراد الرزق الوفير والقوة فليصل رحمه. قصة حقيقية يرويها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، وهو من جراحي العظام المشهورين بالقصر العيني. يقول: أنا من أسرة ثرية،
حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة كامبريدج ببريطانيا، واخترت تخصص العظام، وعشت في بريطانيا أكثر من 10 سنوات. ثم عدت لمصر وتم تعييني مدرسا لجراحة العظام بالقصر العيني. كنت صريحا لا أقبل المجاملات، ولا أحب المزاح ولا الهزل، وكنت مسلما تقليديا، أصلي وأصوم رمضان وأقرأ القرآن، وحججت البيت. تزوجت من ابنة عمي، ومر على زواجنا 10 أعوام لم نرزق فيها بطفل، ولم أدخر جهدا في عرضها على كبار الأطباء داخليا أو خارجيا. ثم استسلمت لقضاء الله. دعيت لمؤتمر لجراحة العظام بجامعة أسيوط، فركبت القطار وأخذت أبحاثي معي، وفجأة جلس بجواري رجل من صعيد مصر يبدو على وجهه التقوى. كان يتوكأ على عصا ويستند على ذراع ابنه، وبعد دقائق راح يتلو أدعية وأورادا بجانبي، فأحسست بالضيق ولم أعد أركز في القراءة. وكأنما شعر الرجل بهذا فقال لي مبتسما: صوتي أزعجك؟ رددت بمنتهى الصراحة: نعم. فاعتذر، ثم راح يتمتم بصوت غير مسموع، فأحسست بالراحة، وفجأة استغرق في نوم عميق، وسمعته يتكلم بصوت خفيض: وعليك السلام يا سيدي، يا رسول الله، سمعا وطاعة، بشرك الله بكل خير. لم يسمعه أحد سواي، فقلت: يا إلهي، إن الرجل كان مستغرقا في نومه، لم يكن يتصنع، ربما كانت رؤيا طيبة. ثم استيقظ الرجل وأصبح النور يشع من وجهه، وقال لابنه بصوت منخفض: الدكتور عبد الرحمن الكيلاني راكب معنا في هذا القطار، وسيجري لي العملية غدا. صدمتني تلك العبارة بشدة. أتكون رؤيا حقا؟ لذلك قلت له: أنا الدكتور عبد الرحمن الكيلاني. فأخذ ينقر أرضية القطار بعصاه ويتمتم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سألته: لعل رسول الله الذي أخبرك بهذا؟ فرد مسرعا: نعم هو، وحملني لك رسالة يقول لك: استوصي بالشيخ راضي خيرا. فسألته: هل أنبأك الرسول صلى الله عليه وسلم أني سأجري لك العملية غدا؟ قال: نعم، وأرسل معي أمارة لك. بالأمس كنت تقف مع زوجتك بالشرفة وترفع يديك بالدعاء أن يرزقك الله بطفل مثل ما رزق زكريا بيحيى عليهما السلام، ثم هوت يدك على كوب الشاي الساخن على حافة الشرفة، فسقط في الشارع بعد أن حرق يديك. جحظت عيناي وتجمدت أناملي وجف ريقي وانتابتني رعشة، ورحت ألمس يدي الملتهبة، ووجدت كل جسدي يتهاوى أمام ذلك الرجل البسيط. ولا أدري كيف استيقظت شرقيتي فجأة. أنا خريج جامعة كامبريدج، والحاصل على زمالة الجراحين الملكية، حيث انحنيت على يديه أقبلها، والدموع تملأ عيني وسط ذهول من يرانا من الركاب. ثم راح يمسح رأسي وقال: ولك عندي بشرى خاصة أخبرني بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد سمع الله دعاءك، وسيمن عليك بمحمد ويحيى معا. فأمسكت بالهاتف واتصلت بزميلي رئيس مستشفيات أسيوط لأطلب منه أن يحجز غرفة باسم الشيخ راضي، لأني سأجري له عملية غدا، وأنا من سيتولى كافة تكاليفها. وبعد المؤتمر أغلقت هاتفي ودخلت غرفة العمليات، ثم أنهيت العملية بنجاح. ثم جاءني زميل دراسة وأخبرني أن زوجتي اتصلت بي 10 مرات وكان هاتفي مغلقا، فأسرعت لأكلمها، ولكنها صاحت: يا عبد الرحمن، أنا حامل. أجريت اختبار حمل بعد أن شعرت بألم يمزق جنبي، والحمد لله أنا حامل. ابتسمت وتراءى لي وجه الشيخ راضي، فقلت لها: أعرف، وحامل بتوأم، ستلدين محمدا ويحيى. ومنذ ذلك اليوم وأنا أحافظ على صلاة الفجر في المسجد وعلى كل الصلوات، حيث كنت أجمع بعضها لظروف عملي. وبعد عدة شهور وضعت زوجتي توأما سميتهما محمدا ويحيى، وعمرهما الآن 5 سنوات، يصلون معي ويحفظون الكثير من القرآن بفضل الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.